النهاردة حابة أخدكوا في جولة كده داخل الملاهي قبل بقى زحمة المدارس وقبل دخلة الشتاء. الملاهي موجودة داخل حديقة القلعة. حديقة القلعة دي موجودة في منطقة القلعة عند السيدة عيشة كده، بعد السيدة عيشة. الملاهي دي جوه الجنينة. بس بصي، لو عايزة أولادك ينبسطوا ويفرحوا لازم تاخديهم من المكان ده، لأن ده يعتبر يعني أرخص مكان أنا قابلته. يعني مثلا المرجحة، شايفة المرجحة اللي بتطلع وتنزل دي كان سعرها 30 جنيه. بصي أولادك هيفرحوا جدا لما يجوا يلعبوا اللعبة دي، حلوة قوي. أنا ولادي ما كانوش عايزين ينزلوا منها أصلا. الجنينة أصلا منقسمة لقسمين. قسم اللي هو الحديقة العامة، فيها شجر، فيها قعدة، فيها كافيه فيها حاجات حلوة. والجزء المراجيح ده بتلاقيه في حتة كده لوحده، بس هو جوه الجنينة. الألعاب مناسبة جدا من سن عمر 5 سنين وانتي طالعة، لأن في كمان ألعاب بتبقى هادية كده، مش بتخوف الأطفال. دي بيبقى ليها سعر أقل شوية من دي. وفي بقى الألعاب اللي هي يعني تعتبر مش خطرة قوي أو زي الألعاب دي بتبدأ من 30-25 كده. اللعبة دي كانت عاملة 30 جنيه. تذكرة دخول الجنينة 5 جنيه. ولما بتدخل الجنينة بتدخل الملاهي دي عادي مجانا من غير أي حاجة، بس طبعا بيبقى كل لعبة وليها تمنها. إنما دخول الملاهي أصلا مالوش فلوس، انت بتدخل عادي وبعد كده بتلعب بقى. كل لعبة بيبقى ليها سعر معين. اللعبة دي كانت عاملة 20 جنيه، اللي هي الكوبايات. ودي لعبة العربيات حلوة أوي برضو، دي كانت ب30 جنيه 3 دقايق. بس مش كان عليها يعني أطفال كتير، يعني كان مثلا عربيتين أو 3 عربيات أقصى حاجة قدام بعض. فأنا بحب يبقى فيه مساحة عشان يعني نعرف نتحرك وكده. بس في بتاع كده انتوا بتدوسوا عليه من تحت وبتقعدوا بقى بتلفوا العربية نفسها، الدركسيون اللي فوق بس. انما هي ماشية لوحدها، يعني هي مش يعني اللي ما ركبهاش قبل كده، في بتاع بتدوس عليه من تحت زي فرامل كده، حاجة كده يعني، وبس. وبتحرك بقى الدركسيون يمين وشمال وبس، وهي بتتحرك لوحدها. بس ظريفة قوي على فكرة. بس ولادي ما كانوش عارفين يركبوها. واصلا وممكن كمان على فكرة مش الاطفال بس، الاطفال والشباب والكبار كمان. انا كنت بشوف شباب وكبار، ناس كبار وراكبين الالعاب دي. فهي مش محددة بسن يعني. الالعاب دي بالذات ممكن اي حد يلعب عادي، مفيش اي مشكلة. وكمان الحديقة ومنطقة الالعاب دي مسموح تدخلي باكل بشرب باي حاجة، مفيش اي مشكلة يعني. مش مثلا هو ممنوع وكلا، لا مفيش ممنوع ولا حاجة. كل واحد مع اي حاجة بيدخل بيها عادي. بس التذكرة بتبقى من سن 5 سنين، يعني لو معاك طفل عنده 5 سنين بتدفعي له تذكرة ب5 جنيه من على الباب. بس بتدفعي التذكرة وبتقعدي بقى الوقت اللي انت عايزاه ان شاء الله، حتى لو هتيجي من 9 الصبح لحد ما يقفلوا مفيش اي مشكلة. ودي الصراحة دي من الحاجات اللي عجبتني اوي في الجنينة دي. هو المكان اللي معمول فيه الالعاب يعتبر مش كبير قوي، يعني مش الالعاب مش كتير قوي، يعني ممكن نقول مثلا 6-7 لعبات. بس الالعاب يعني الالعاب عارفة مسلية قوي. الالعاب تعتبر مسلية جدا. تبقى انت لما الطفل بيدخل فيها مش بيبقى عايز يسيبها، بتبقى يعني مسلية صراحة. انا اولادي جم راحوا قعدوا يلعبوا، رجعوا خلاص كده مش قادرين يعملوا اي حاجة، ناموا بدري. بس هي المشكلة بس ان اللعبة مدتها بس يعني صغيرة شوية، مدتها 3 دقايق. فهي بس يعني احنا بنقول انها تعتبر يعني افضل شيء برضك يعتبر، لان مثلا في ناس كتير ما عرفتش تصيف، الاسعار الدنيا. فدي يعتبر يعني يوم ترفيهي كده للاولاد يفرحوا ويلعبوا، واحنا كمان يعني نفك عن نفسنا شوية، نقعد في الجنينة وسط الشجر. وفي مقاعد كبيرة في الجنينة، يعني مش اللي انت مثلا ممكن تقعدي في الارض وكده وعلى الحشيش الارض وكده، لا. في مقاعد مثلا للناس اللي هم بيبقوا كبار السن ما بيقدروش يقعدوا على الارض ويقدروا يقوموا، لا. المقاعد دي حلوه قوي، هتلاقيها منتشره في كل الجنينه اصلا كلها. وفي مقاعد بقى قدام مقاعد بتكعيبه،
عشان لو مثلا حد قاعد بالنهار في الشمس ولا حاجه، المقاعد دي بتبقى قدام الملاهي على طول، فانت ممكن تكوني قاعده وشايفه اولادك وهم بيلعبوا جوه، برضو بتبقى مطمنه عليهم. بس برضو لازم يبقى حد معاهم كبير. اللعبه دي كانت عامله 20 جنيه. اللعبه حلوه قوي للاطفال الصغيرين اللي بيخافوا، جميله قوي قوي. سلاحف النينجا اهي جابوها لنا تاني في الملاهي. فانت بتحددي بقى اللعبة اللي ولادك عايزينها وكده، وبتروحي على الشباك على الباب اللي الراجل واقف جنبه عنده هناك ده بتدفعي فيه اللعبة نفسها، يعني عشان كل لعبة ليها سعر بس. فبيديكي ورقة فبتديها للراجل وبعدين بيطلعوا بقى الأولاد يلعبوا كده. بس اللعبة مدتها 3 دقايق. بس جميلة أوي، أنا عجبتني أوي الطيارة دي. في لعبة زيها طيارة برضو بس بتطلع وتنزل، بس ما احنا مركبناهاش لان الاولاد ما كانوش عاجبهم، كانوا عايزين يلعبوا الحاجات اللي بتطلع فوق قوي. بس هي تعتبر امنة، يعني امان جامد يعني لان في مناطق العاب بتبقى الحاجة بتطلع فوق خالص وكده، وواحد بيبقى خايف وكده على اولاده وكده. انما دي تعتبر الالعاب فيها امنة جدا، بالذات للاولاد الصغيرين، يعني صغيرين بقى وكبار. يعني في ألعاب مناسبة للكبار وفي ألعاب مناسبة للصغيرين عادي. في اللعبة دي بقى، لعبة القطر دي ب15 جنيه. حلوة قوي برضك للأطفال الصغيرين، مناسبة لهم جدا. بس برضو الألعاب دي مش كان عليها إقبال قوي، لأن كل اللي بيجي كان بيبقى عايز الألعاب اللي فوق تطلع لفوق. اللعبة دي كانت عاملة 30 جنيه. فظيعة، جميلة أوي 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 أوي. كان ركب بعدهم كبار، ناس كبيرة كانوا راكبين اللعبة دي. بس القلعة هناك ازاي، جامع القلعة حلوة أوي. ودي اسمها مش عارفة اسمها ايه، كانوا قالوا اسمها ايه. وخلي بالك الأسعار اللي أنا بقولها دلوقتي دي أسعار حديثة، لأن الفيديو ده أنا صورته الأسبوع اللي فات، يعني مفيش أي زيادة ولا أي حاجة إن شاء الله. المكان يعتبر مناسب جدا للشباب، للعائلات، يعني لو معاكي أطفال ممكن تقعدي بره وهم يدخلوا الألعاب يلعبوا عادي. بس طبعا لازم معاهم حد كبير عشان يعني ايه ياخد باله منهم وهم نازلين وهم راكبين وكده يعني. بس المهم ان هم يعني ينبسطوا واي حاجه كده، يعني يطلعوا الطاقه السلبيه اللي جواهم، بدل بقى الموبايلات بقى والحاجات اللي هي بتوجع الدماغ دي. بس عجبتني اللعبه دي قوي. واللعبه دي اللعبه اللي هي عامله زي تحس ان الواحد طاير دي، اللعبه دي كانت عامله 25. 3 دقايق برضه، بس ظريفه قوي. اللعبه دي بقى دي من افضل الالعاب اللي عجبتنا قوي. الاولاد ركبوها كذا مره، عجبتهم قوي قوي قوي. بس عايزه قلب جامد شويه، لان هو بتقعد تلف كده وبيقوم عاكسها، عاملها لفه عكسيه، وبعدين يقوم مسرع بقى، ففي خوف شويه، عايزه حد يكون كبير شويه، مش هتنفع اطفال. بس الالعاب فيها تعتبر على قد الايد، يعني اللعبه بتتراوح من 20 25 30، اقصى حاجه 30. ودي كانت عامله 20، قلتلكوا في اول الفيديو. اصل ولادي ركبوها كذا مره، كانت عجباهم قوي. واللعبه اللي على جنب دي اللي الاولاد بيقعدوا يتنططوا عليها، دي زي الزحليقه كده وبيقعدوا ينطوا عليها، بس ما حبناهاش قوي، لانهم كانوا لعبوها قبل كده في مكان تاني بس ما حبوهاش، يعني هم حبوا الحاجات اللي هي بالكهرباء دي. والحديقه بتفتح من 9 ل11:30 في الصيف، وتقريبا من 9 ل10 في الشتاء.